في عالم كرة القدم هناك لحظات تغير المسارات، وصفقات تشعل الميركاتو، وأسماء تكتب التاريخ بأقدامها. والآن الأنظار كلها على نجمين من ذهب، لاعبين مغربيين كل واحد منهم يعيش قصة مثيرة في قلب أوروبا. يوسف النصيري الهداف الهادئ الذي فجر طاقته في تركيا يقترب بخطوات واثقة من الدوري الإنجليزي، وإبراهيم دياز الفنان الذي حاصرته دكة البدلاء في مدريد يترقب مستقبله مع تغييرات عملاقة تهز أسوار سانتياغو برنابيو. في هذا الفيديو سنكشف لكم كل التفاصيل عن الصفقة المنتظرة للنصيري والتحول الكبير الذي قد يغير كل شيء في مسيرة دياز. ابقوا معنا حتى النهاية، الحكاية ليست فقط عن انتقالات بل عن مصير لاعبين وأحلام شعب كامل. في تركيا وتحديدا في قلب اسطنبول يعيش نادي فنربخشة واحدة من أضخم قصص النجاح في الميركاتو الأخير. فبعد أن ضم المهاجم المغربي يوسف النصيري من إشبيليا مقابل 19 مليون يورو، لم تمر أشهر قليلة حتى بدأ اللاعب يصنع الفارق. النصيري البالغ من العمر 27 سنة لم يأتي لتركيا ليقضي وقتا هادئا، بل أتى ليشعل الملعب ويذكر الجميع أنه أحد أفضل المهاجمين العرب على الإطلاق. أرقامه هذا الموسم تتحدث عن نفسها: أهداف حاسمة، أداء مستقر، وقيادة هجومية قوية جعلت منه قطعة لا تقدر بثمن. لكن في عالم كرة القدم لا شيء يبقى كما هو. فنربخشة قرر الآن تحديد سعر بيعه 35 مليون يورو وسط اهتمام متزايد من عمالقة البريمير ليج. نادي فولهام يرى في نصير مهاجمه المثالي، لاعب يجمع بين القوة البدنية واللاعب الهوائي واللمسات القاتلة أمام المرمى. وأرسنال بدوره يراقب بصمت، خاصة بعد أن أبدى أرتيتا إعجابه بأسلوب لاعب نصيري. أما ويست هام الفريق الذي يعشق المهاجمين الكلاسيكيين فيعتبره الهداف المثالي لتعزيز خط الهجوم. الملفت أن السعر الجديد الذي وضعه فنربخشة أقل من المطالبات في الميركاتو الشتوي. هل هو ذكاء من الإدارة لفتح باب التفاوض أم إشارة إلى قرب رحيل اللاعب؟ بغض النظر عن الإجابة، شيء واحد واضح: يوسف النصيري جاهز للخطوة الكبيرة، وجماهير المغرب تنتظر بفارغ الصبر لحظة دخوله ملاعب البريمير ليج. في الجهة الأخرى وبعيدا عن أجواء الميركاتو التركي، هناك لاعب مغربي يعيش تحديا من نوع آخر داخل أعرق أندية العالم، ريال مدريد. إبراهيم دياز الموهبة المميزة خاض موسما صعبا ومليئا بالتقلبات رغم مشاركته في 50 مباراة وتسجيله 6 أهداف مع 7 تمريرات حاسمة، إلا أن معظم ظهوره كان من دكة البدلاء. ولكن الآن كل شيء قد تغير. مدرب ريال مدريد الحالي كارلو أنشيلوتي أعلن رحيله، وكل المؤشرات تشير إلى أن تشافي ألونسو أسطورة الملك السابق هو من سيقود الفريق. ألونسو الذي كتب التاريخ مع بايرن ليفركوزن معروف بأسلوب لعبه الصارم واعتماده على مجموعة محددة من اللاعبين المنضبطين تكتيكيا. ووفقا لتقارير إعلامية إسبانيا، فألونسو لا يرى في دياز خيارا أساسيا في مشروعه الجديد، ما ينذر بصيف ملتهب للاعب المغربي. لكن في المقابل أندية كبرى تنتظر هذه اللحظة. أرسنال يرى في دياز صانع لعب ذكي وقادر على اللعب خلف المهاجمين، وميلان يريد استعادته بعد تجربته الناجحة في الكالتشيو. وأندية أخرى تراقب، خصوصا وأن دياز يملك عقدا ممتدا حتى 2027. لكن يبقى السؤال الكبير: هل يتمسك دياز بالبقاء والقتال من أجل مكانته في مدريد، أم يتخذ القرار الصعب ويبحث عن دقائق أكثر في مكان آخر؟ يوسف النصيري يقف أمام باب المجد، بوابة البريمير ليج تنتظره.
إبراهيم دياز على مفترق طرق، إما القتال في مدريد أو الانطلاق نحو تجربة جديدة تعيد له بريقه. هؤلاء ليسوا مجرد لاعبين، هؤلاء رموز لجيل مغربي يعانق العالمية، جيل يبحث عن المجد في أكبر المسارح الأوروبية. والآن دوركم أنتم، شاركونا رأيكم في التعليقات. هل ترون أن نصيري جاهز لتألق كبير في الدوري الإنجليزي؟ وهل يجب على دياز البقاء في مدريد أو البحث عن فريق يمنحه دقائق أكثر؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عن نجوم المغرب في أوروبا. إلى اللقاء في فيديو جديد حيث الشغف لا يتوقف وكرة القدم تحكي لنا أجمل القصص.